التقى رسولنا صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم في السماء السابعة عليهم السلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم على أبيه. كان هذا أعظم لقاء في العالم، يقول أكبر مؤتمر في التاريخ بين شخصيتين، ترى أحب شخصيتين إلى الله هو محمد وإبراهيم، وأعظم شخصيتين عند الله محمد وإبراهيم، وأكرم شخصيتين عند الله محمد وإبراهيم، وأشرف شخصيتين عند الله محمد وإبراهيم. واللقاء كان مقتضبا، كان قصيرا، ولذلك لا بد أن تكون القضية في قضية هائلة، قضية عظيمة وقضية كبيرة. تصوروا، أتظنهم سوف يناقشون مسألة سياسية؟ لا، المسألة أعظم. مسألة اقتصادية، مسألة أعظم. مسألة تربوية، المسألة أعظم. مسألة اجتماعية، المسألة أعظم. اسمع نص المؤتمر واللقاء. قال إبراهيم عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم: بلغ أمتك مني السلام، عليه وعلى رسولنا والأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي لفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن 5 كلمات أشغلوا بها أوقاتكم: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم نتحدث، كم نتكلم، كم نحكي، كم نسولف، كم عندنا من الهذيان في المجالس، كم عندنا من الثرثرة، كم عندنا من القيل والقال، كم نلغو ونغتاب ونتكلم كلاما غير مفيد. ارضوا ربكم، استدروا الرزق من السماء بالتسبيح، اطرقوا أبواب السماء بذكر الواحد الأحد، استنزلوا الرحمات من السماء بذكر الله، افتحوا مغاليق الرزق ومغاليق الحظ من الله والولد والصحة